مش هيبقى فيه مبرمجين بعد 5 سنين. الجمله دي سمعتها من حد اجنبي في فيديو، وبعدين شفت بوستس كتير قوي عربي بتتكلم على نفس الموضوع، كوبي بيست. بما ان الموضوع انتشر فاسمحوا لي اضيف ب50 قرش بس وجهه نظر في الموضوع. من اول يوم اخترعوا فيه الكمبيوتر وصناعه بيحاولوا يتخلصوا من المبرمجين، او في اقل تقدير يقللوا عدد المبرمجين. وده بديهي لان اعداد وتجهيز المبرمجين شيء مكلف مش بسيط، وكمان عشان تقنع حد يعمل كده في نفسه فطبعا لازم تديله مرتب محترم. وبسبب المحاولات دي اصلا بقى عندنا لغات برمجه ونظم تشغيل وكمان سوفت وير متخصص تقريبا في كل المجالات. المحصله ان بقى عندنا كميه تكنولوجيز كتير كلها كانت بتهدف الى تقليل عدد البروجرامرز والاوبريتورز. بس جس وات، بعد كام و70 سنه من التطوير ما زال في مبرمجين وما زال الطلب عليهم عالي وما زال اعدادهم وتجهيزهم شيء مكلف ومرتباتهم عاليه نوعا ما تفهمش بقى ده غباء من الانسان ولا الظروف كانت اقوى منه. بس الدنيا في مجال الكمبيوتر كانت كل ما بتتطور كان كل ما بتظهر الحاجه لمبرمجين بشكل جديد مختلف نسبيا او كليا. زمان كان المبرمج بيكتب كود للبروسيسور مباشره، والبرامج كانت بسيطه عباره عن معادلات رياضيه. عملوا لغات برمجه شبه اللغه الانجليزيه ونزلوا بسيستمز بتعمل اغلب شغل البروجرامر. بس البرامج نفسها اتغيرت وكبرت وبقت بتعمل شغل خاص بالبيزنس والتصنيع، فقالوا هنعتمد على البيزنس يوزر انه يعمل البرامج دي بنفسه. بس البيزنس يوزر طلع مش قد انه يعمل البرامج دي بنفسه، واحتاجوا في الاخر مبرمج يتعلم الحاجات الجديده دي عشان يشتغل عليها. عملوا بلاتفورمز جاهزه بتخدم تقريبا كل المجالات، لكن البلاتفورمز دي كانت محتاجه في الاخر بروجرامر علشان يعدل عليها ويزود عليها. وده لان ببساطه مفيش حاجه واحده هتنفع كل الناس اللي في نفس المجال. اي حد يشتغل في بيزنس ابلكيشن هيعرف ان كل شركه ليها متطلبات مختلفه عن الشركات الاخرى. في كومن لكن متطلبات الشركات مختلفه. النهارده بقى في ذكاء اصطناعي بيعمل حاجات كتير لوحده، لكن في الاخر محتاج مبرمج عشان يشتغل بيه. سيبك من شويه الهاكس اللي بيحصلوا اليومين دول، اي شركه محتاجه ابلكيشن بجد مش هتروح تطلبه من برنامج اي. حتى لو اعتمدنا على ان الاي ينتج لنا جزء، برضه لازم يكون في مبرمج بينتج بقيه الاجزاء او بيتاكد من الجزء اللي تم انتاجه ده سليم. ده حتى الذكاء الاصطناعي نفسه اللي بيطوروه مبرمجين، يعني مش لعيبه كوره. المستخدم العادي بقى اللي هو مش مبرمج وبيدخل على اداه اي بيطلب منها تعمل له حاجه، ده ليه اخر. مثلا بيدخل على تول تعمل له HTML فورم، هو والتول ليهم اخر. وعشان نطلع حاجه محترمه شغاله فعلا بتخدم بيزنس محتاجه مبرمج. الوضع الحالي والسابق والمستقبلي بيقول ان كل ما بيتم تطوير تكنولوجي جديده كل ما بيظهر الحاجه الى نوع جديد من المبرمجين. شكل البرمجه ممكن يتغير لكن مش ممكن يختفي.